سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربيع. صاحب القرار أحمد العيسي، من وجه بالاستبعاد أحمد العيسي. أحمد العيسي ما يشتيش نظام. أحمد العيسي يشتي أشباه الرجال. أحمد العيسي بيخسر كل العالم. أهم شيء حسن باشنفر وحميد شيباني وخبرته. أحمد اللجان عبارة عن أكواز مركوزة، بس لأنه لقى جميع عمومية تركزوا له كله تمام يا شيخ. اصلا اللجان مخالفه للنظام الاساسي. قلنا لكم اللجان احنا نعينها مش احمد العيسي، لكن خليه الله يعينه. اما احنا بالنسبه لنا قراراته لا تعنينا ولا قرارات لجانه. وانا قد سجلت حقي التحفظ في الاجتماع السابق، وبيننا احنا وهو الاتحاد الدولي واتحاد اسيوي ولجنه الشفافيه ولجنه الفساد ولجنه النزاهه ولجنة الأموال الكذبية، وفي بلاوي تغرق. احنا قلنا تقديرا واحتراما لأحمد العيسي لا نحب أن نطعن فيه ونغدر به، لكن ما دام باعنا الأول مرة والثانية مرة بيض الله وجهه. هو قدم ونحن علينا التكملة، ما بش أي مشكلة. فالأخير احنا معانا الله، وتأكدوا أن الله لن يخذلنا، ومعانا ما يحرمهم من الاتحاد اليمني مدى الحياة حتى لو قيمت الانتخابات بفضل الله. احنا ما رضينا ندي وثيقة واحدة لمن كم من داشر طلبوا في الوثائق آلاف الدولارات، وبما انه باعنا بلاش سنبيعه بفلوس. وانا داري كل الجمعية بيرسلوا لها المقطع، عادي يرسلوا لها المقطع. واذا اشتوا لا تزعلوا، هو معنا احمد الربيب يسمعها الان. انا عن نفسي وعدي ان شاء الله بسخر كل امكانياتي الى قلع احمد العيسي ومن معه، لانه الاستاذ الشيخ احمد كعلاقه شخصيه كعلاقه انسانيه لا خلاف عليها، لكن في الفتره الاخيره اصبح غدار يطعن في الظهور لا يقدر الرجال، يعني جنان لوزي. فما فيش مشكله، هو بقوته وبامواله واحنا بضعفنا ومعنا الله. فإن شاء الله لن يضيع حق ولا مطالب. عني أقسم بالله لا أقاضيهم في كل المحافل الدولية، في كل الوسائل الإعلام، بأبذل قصار جهدي في كل مكان استطيع الوصول إليه. لن أسكت على مهازل أحمد العيسي وحسن باشنفر والحقير حميد شيباني واللجان حق هؤلاء التافهين. يقول لك لجنة قال لي توجيهات احمد العيسين استبعدك. يا راجل يخجلوا على انفسهم الله يخزيهم. اللجان على الاقل يستحوا، على الاقل يكون يصدروا قرارهم بمهنيه ويقولوا يا اخي معك سبب. بالله في استقاله في العالم مسببه، اول يدي لي احمد العيسي ولجانات تافهين هؤلاء، وعلى راس التافهين التافه نبيل الفقيه يدي لي ما يثبت ان انا لازم اعمد الاستقاله. اتحدى هو اتحاده. ثانيا استقاله مسببات تزول مع زوال السبب، لكن اصلا المخرج عايز كذا، فلذلك يبشر بعزه. تحياتي وتقديري للجميع.